هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بافضل واحسن حال وانتوا بتسمعوا فيديو النهارده. مش عارفه بقى انتوا بتسمعوني في فتره امتحانات زيي ولا خلصتوا، وده هيبقى من بختكم اللذيذ الجميل. انا مش عارفه بصراحه ايه سبب تاخيري اللي انا اتاخرت عليكم في الفيديو ده. مش عارفه بسبب تعبي، مش عارفه بسبب ان انا في امتحانات، سباحه، كسل حقيقي مش عارفه. بس قررت انا بصراحه عايزه ان انا اعمل الفيديو ده يعني من يوم اول الشهر 1/6. ليه؟ لانه كان يوم عيد ميلادي، وانا كنت ناويه ان انا اعمل لكم الفيديو ده، ان انا اديكم ستيبس اللي هما يعني ال 19، بما اني خلاص 19 سنه في هذه الحياه. فكل شويه اقول انا بكره هعمل فيديو، انا بكره هعمل الفيديو، انا بكره هعمل الفيديو. وبجد برضو الامتحانات هنا صرعه دماغنا جدا. فيلا عشان ما نطولش الفيديو نبدا في الفيديو. بجد الفيديو هيبقى مهم لكل الفئات العمريه، فيلا كملوا الفيديو لحد الاخر. لايك علشان يوصل لغيرنا، سبسكرايب لو مش مشتركين علشان كل الفيديوز الجايه اللذيذه ما تفوتكوش. ويلا بينا. ايه ال 19 نصيحه حرفيا هي هتفيدكم في جميع جوانب حياتكم، فكملوا الفيديو للاخر. انا مش هنقول بقى ايه حاجات كده ايه تكتشفوا بيها، لا اكتشفوا بقى ايه معايا في قلب الفيديو. وكمان انا عايزه اقول لكم ان انا جايبه ورقه امتحاناتي اكتب فيها يعني علشان النصيحه الاولى الثانيه، علشان ممكن اقول لكم الاولى الثانيه الثالثه، ونيجي مثلا بعد ما اقول الثالثه اقول لكم وصلنا للمعلومه العاشره، لان النسيان عندي حاجه رهيبه فظيعه. فيلا بينا. عايزه اقول لكم نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم كده. اول بجد حاجه انا احب ان انا انصحكم بيها، وهي تطوير علاقتنا بربنا. طبعا يعني احنا يعني مش اللي هو بقى شيخه وبتاع الكلام الهبل اللي احنا مثلا بنسمعه لما حد بيجي مثلا يقدم لنا نصيحه، ويا عم الشيخ وعمتي الشيخه وعم البتنجان وعمتي البتنجانه وحاجات كده عبيط، كلام عبيط احنا بنسمعه. لا بصوا، احنا مش بنبقى احسن حاجه في علاقتنا مع ربنا، مش دايما مستمرين مثلا على مثلا الصلاه، مثلا قراءه القران، مش دايما مستمرين على الحاجات دي او متقطعين. فاحنا بدورنا نحاول ان احنا نصلح الحاجات دي ونطورها اكتر. دي اهم حاجه انت هتبقى بتعملها في حق نفسك. فيا جماعه والله ساعات الواحد بيبقى متقطع جامد، بس بيحاول يرجع، بيحاول يتوب، بيحاول يطور من نفسه. لكن اللي احنا نبعد دي صدقوني حاجه مش كويسه خالص احنا بنعملها في حياتنا. فدي بجد اول حاجه كده حبيت ان انا انصحكم بيها. يعني اهم حاجه كونك اصلا انت مسلم لازم تكون بتبقى بتصلي. متقطع حاول ان احنا نعدل نظبط. يعني انا من كام سنه افتكر والله ان انا يعني ممكن اعدي يوم 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اصلا ما بصليش. بس انا من حوالي سنه انا بحاول على قد ما اقدر ما اضيعش ولا صلاه، بحاول على قد ما اقدر ان انا احافظ على السنن. ساعات ممكن اقع بتاع كده، بس يعني دايما بطور بيه علشان ما نضيعش في بوينت بقى كتير. عارفين قصدي ايه؟ اللي احنا ما نضيعش وقت على حاجه معينه، وانتوا افهموها بقى وكده. تاني حاجه وهي برضو مهمه قوي، انا بصوا مش مرتبه النصايح اللي انا عايزه اديها لكم، فانا ممكن تلاقوني مش جايباهم الاهميه ورا بعض، تمام. بس تاني حاجه مهمه وهي رضا الام والاب، رضا الوالدين. يا جماعه بجد ما تكونوش، لازم تكونوا بارين بوالديكم. بجد يا جماعه الفكره اللي هو مثلا ما تكونوش بتسمعوا كلام ابوكم وامكم، حاجه مثلا هم يقولوا لكم ما تعملوهاش تروحوا تعملوها، والكلام برضه ده هطل يا جماعه. يعني بصوا اللي هو في مثال كده بيقول لك ايه، رضا الوالدين رضا الرب من رضا خلينا نفتكر، رضا الوالدين من رضا الرب، هي بصوا يا جماعه مش فاكره المثل بجد. بس جماعه مش هتاخدوا توفيق في حياتكم لو مامتكم وباباكم مش راضيين عليكم، يعني تمام. فلا بجد لازم ان انتوا تبقوا بارين بوالديكم، لان دي حاجه صدقوني هتبارك لكم في حياتكم بطريقه كفايه دعائهم لينا. من الاخر بلاش يكون الولد العاصي ده، كون بار بوالديك، لان ده بجد هيخلي لك توفيق بص تحفه في حياتك. تاني حاجه، لا احنا هنا في التالتة ما نتلخبطش. تالت حاجة وهي اصنع ذكرياتك بنفسك. لازم يكون ليك ذكريات، بلاش تكون الشخص اللي ما عندوش ذكريات ده. بجد الذكريات دي احسن حاجة بتصوير بقى، ان انت تحتفظ بشيء عندك، يعني حاجات كتير، وسائل كتير. بس ان الذكريات دي بتبقى حاجة تحفة قوي. وكمان لو انت بتطور في حاجة، فانت مثلا لما بترجع مثلا السنة اللي فاتت مثلا انت كنت ناوي تعمل حاجة، فالسنة دي انت حققتها، فالذكريات دي بتبقى حاجات تحفة قوي. وكمان يعني بتوريك نجاحك وكده، بتوريك اللي انت اتطورت، يعني مش لسه على الحاجه دي. والرابعه وهي يعني خليكي دايما شبه نفسك. بلاش ان انا
يعني اتغير علشان اعجب الحد ده، بلاش اللي انا ده مثلا يعني شايفني وحشه فانا اتغير عشانه، ده قال لي كلمه وحشه فانا اتغير عشانه. لا، خليكي شبه نفسك، خليكي انتي، خليكي بطريقه كلامك، خليكي بطريقه لبسك، خليكي انتي. ما تحاوليش تغيري من نفسك علشان حد او علشان ترضي حد، لان دي حاجه هبله جدا. وبمناسبه اللي هو خليكي شبه نفسك، خلينا ننتقل للنقطه الخامسه. لا انا هنا اكتب بقى عشان بدات ايه. بصوا هقول لكم على حاجه، كلام الناس، وهي تجاهلي كلام الناس. يا جماعه الناس دول موجودين في حياتنا، الناس دول حاجه كده هي موجوده في حياتنا، لازم نتعامل مع ناس. يعني معلش، يعني احنا هنروح نتعامل مع ايه؟ هنسيب الناس ونروح نتعامل مع حيوانات؟ فالناس دي كده كده موجوده في حياتنا، فكده كده رايها موجود، كده كده موجودين عشان يعتمدوا علينا. هم الناس السلبيين مالناش دعوه بيهم، زي ما في الناس الحلوه في الناس الوحشه، زي ما في الناس اللي هترفعك في الناس اللي هتنزلك وبتاع. بس لا، انا اللي اختار ايه الكلام اللي يرفعني، وانا اللي اختار امتى اصلا اقبله. يا جماعه الناس كده كده كلامها مجرد راي، انا اللي اتحكم امتى اقبله امتى اصلا، ولا اكنه ده مجرد راي يا حبيبي، دي مجرد كلامك. يعني خلي لنفسك، كده كده انت هتقوليه علشان مثلا ما عندكيش دم او غيره، او ما بتفهميش، او حقوده، او عايزه تكسري مني، او عايزه توقعيني، او الكلام المعفن ده كله ولا ياكل معايا اصلا ولا يشغلني. ف كده كده احنا بنتعامل مع الناس، مش هنسيبهم نروح نتعامل مع كائنات فضائيه مثلا. فجماعه ده مجرد راي. انا يعني مثلا حد قال لي انت عسوله وجميله وكيوت، انا اقبله. حد قال لي لا انت فاشله، انا طاري يعني ما ردش عليك اصلا، لان انت اللي فاشل وكده. وخلوني اقول لكم برضو ان في حاجه كنت انا سمعتها، يعني وانا بسكرول في يوم من الايام، ان لو مثلا كذا شخص بيقول لك حاجه، يعني مثلا في كذا شخص بيقول لك مثلا انت مش ناجح في الحاجه دي، كذا شخص مش شخص واحد. في اللي انا احاول اراجع نفسي، وده هينقلني للنصيحه رقم 6، ان انا لازم اراجع نفسي كل فتره، اشوف فعلا هل انا برضو ممكن ان انا ابقى واقعه في حاجه، ممكن ان انا ابقى في حاجه مش تمام، ممكن كده. فممكن مثلا حد يجي يقول لي الحاجه دي وانا حاسه ان هو حقود عليا، بس لقيت واحد واثنين وثلاثه وعشرة وعشرين بيقولوا لي الحاجه دي، انا ممكن ان انا اراجع نفسي وعادي، واشوف هل فعلا انا غلط في الحاجه دي، هل فعلا انا وحشه في الحاجه دي، هل فعلا انا مش لطيفه في الحاجه دي، وابدا ان انا اعدل من نفسي. فدي برضو حاجه تحفه. وهنا احنا نكون خلصنا الستة، ونيجي للسبعة، وهي واجهي مخاوفك. بجد دي حاجه بيرفكت جدا اللي انتوا تعملوها. طبعا كلنا في حياتنا بيبقى عندنا مخاوف. في حد هنا عايش بلا مخاوف؟ لا طبعا. لو انت بتقول فلا انت عندك اكبر مننا كلنا، اكبر من مخاوفنا كلنا. مفيش حد في حياته اسمه ما عندهوش مخاوف، كلنا عندنا مخاوف. فدايما حاولي تواجهي مخاوفك، لان كل ما تبعدي عنها كل ما الخوف ده هيزيد. فدي فكره بجد مش لطيفه اللي انت تبعدي عن مخاوفك. انا مثلا هقول لكم ان انا كنت من طفولتي وانا طفله قد كده بيبي مش قد كده قوي يعني. كنت بخاف من البحر، بخاف من الميه بطريقه مش هوصف لكم. يعني انا افتكر من حوالي 3 سنين او سنتين كنت نزلت، وانا نازله البحر الميه ما جاتليش لحد ركبي، والله كنت بعيط. ماما قالت لي بس عشان في اطفال بتضحك عليك فيا جماعه الموضوع ده انا كنت بخاف جدا جدا. جيت السنه دي قررت ان انا يعني كنت بنتكلم انا وماما عن الموضوع ده، فبقول لها صدقني انا نفسي اتعلم، يعني اروح اتعلم. فقالت لي والله لو انت فعلا حابه تتعلمي انا هعلمك. فانا كنت مثلا يعني بقعد اقول طب انا هروح مثلا، مفيش حد بيتعلم وهو كبير، انا هروح مثلا وسط اطفال اتعلم وبتاع، وكان الموضوع ده برده مش هيبقى لطيف. فانا قررت بالفعل ان انا اروح اتعلم. وعايزه اقول لكم ان انا كنت اصغر واحده بتعلم في وسط اللي بيتعلموا، كانوا كلهم كبار اصلا. يعني كان في واحده بتتعلم عندها 28 سنه، في واحده بتتعلم عندها 25 سنه متجوزه كمان. ف فاحنا بس اللي بنخترع في عقلنا حاجات هبله. حتى لو انا كنت مثلا اكبر واحده ايه يعني بجد شوفوا الناس الكبيره اللي جايه تتعلم، دي حاجه كويسه، حاجه كويسه ان انت بتواجهي مخاوفك، بس ان انت تواجهيها بدري دي حاجه افضل. يعني انا كنت بتمنى بعد ماما، انا كنت بتمنى ان انا اتعلمها من وانا صغيره. ليه اتاخرت؟ بس برضو انا لحقت نفسي، كنت ممكن اصبر على نفسي لحد ما اوصل لمثلا 30 سنه، وده برضو هيبقى غلط يعني. فاحاول بدري. فالمهم اللي انا والله العظيم انا اليوم يعني اللي هو اللي فات اخر مره رحت فيه سباحه، انا كانت خلاص انا كنت بمسك البورد وبحاول اعوم لسه بقى في البدايه خالص. انا اصلا اول ما رحت كنت خايفه احط رجلي في الميه حرفيا. فانا الاول انا كنت برمي، انا ماما كانت بتضحك عليا طولت قوي هنا مش عارفه ليه، بس بجد ماما كانت بتضحك عليا. فواحده واحده انا بدات ان انا اسبح. في حاجات هقع فيها، في حاجات هتعطلني، مش هبقى يعني مش هبقى سمكه كده من اول يوم فلازم اتعلم، لازم ان انا اواجه مخاوفي. كمان ان انا دايما كنت خايفه ان انا لو مثلا تعرضت للغرق او حاجه او كده، دي حاجه ليه انا قدامي فرصه ان انا اتعلم اواجه الخوف ده. فواجهوا خوفكم ايا كان الموضوع ده. وكده الستة صح، الستة. نيجي بقى للسبعة، وهو ان
الفشل ده مجرد اعاده. يا جماعه احنا في حياتنا لازم اللي احنا نتعرض للفشل. بصوا مفيش حاجه اسمها ان انا مجرد ما اشتغل الحاجه دي ابقى احسن حاجه، هي مش بتيجي كده خالص. انا لازم في تجربتي، في اي تجربه في حياتي، لازم اللي انا اعدي على الفشل كده، اللي انا اعدي عليه، لو حتى اعدي اقول له سلام عليكم، بس انا معديه. بصوا انا مش بكسر منكم، بس ده فعلا لازم. يعني اللي انا يعني مثلا لو انا بتعلم حاجه وقلت انا لو فشلت مش هتعلمها، فانا كده انا مش هنجح فيها، مش هنجح فيها بجد. فلازم اللي انا حتى انا مش بقول لكم ان انتوا داخلين تتعلموا حاجه تقولوا انا هفشل، لا، انا حتى لو تعرضت للفشل انا عادي مره واتنين لحد ما اتعلم. انا عندي طموح هوايه ان انا اتعلم الحاجه دي، مهما الحاجه اللي انا تعرضت لها انا هنجح. فبجد لازم تخلوا الحاجه دي برضو عندكم. النصيحه اللي مرتبطه بيها هنا اللي هي رقم 8، وهي ان انتي ما تقارنيش بدايتك بمواسم حصاد الاخرين. يعني ايه؟ طبعا دي رقم 8 عشان ابقى فاكره. يعني ايه؟ يعني ان انا لو انا قررت مثلا اشتغل في حاجه، انا مثلا يعني بصوا هقول لكم على حاجه. مثلا دلوقتي انا هقول لكم انا مثلا يعني شفت مثلا حد مثلا هنا على اليوتيوب، حد ما شاء الله عليه، هو يعني بصوا بيرفكت وتحفه ومحقق نجاح رهيب فظيع مريب تحفه. فانا مثلا لسه بادئه، هل انا يعني ابص له هو مثلا يعني اقول اشمعنى هو نجح وانا لا؟ لا، انا لسه بادئه، هو بقى بيحصد اللي عمله، هو بقى ما شاء الله ربنا يكرمه كده. فانا لما اجي ابدا حاجه ما ببصش للي بادئ عليها وناجح بقاله كام سنه، لا، هي مش بتتحسب كده خالص. انا كده هنجح، بس لازم اعدي على شويه حاجات، لازم اتعلم، لازم اقع، لازم اقوم في حاجات كده. فانا مش مثلا مثلا انا هنا مثلا بدات في مثلا انا عندي صاحبتي دي ما شاء الله عليها مثلا بيرفكت في تعلم اللغات، مثلا هي تحفه، مثلا الاكسنت بتاعها والكلام ده كله والسبيكنج كل حاجه مثلا في لغه معينه زي الانجليش مثلا، وانا لسه دلوقتي بادئه اتعلم. فانا هل مثلا لما انا اجي اغلط في حاجه ما اعرفش حاجه كده، هل انا اقارن نفسي بيها اقول طب ليه هي حلوه قوي كده، ليه هي بيرفكت وانا مثلا مش بيرفكت؟ لا، ما اقولش كده، لان ما شاء الله مثلا هي بادئه من كام سنه، شغل على نفسها شغل على نفسها شغل على نفسها، وانا لسه بادئه. فانا ما اقارنش ده بده، دي برضو حاجه كده لازم تحطوها هنا. هنقول برضو رقم 9 المرتبطة بيها، وهي ان المكسب الصغير كل يوم بيعمل نجاح كبير. اللي هو ازاي؟ بصوا انا دلوقتي حابه ان انا اتعلم حاجه، حابه ان انا اتعلم بقى، بصوا طبخ، لغه، ايا كان اللي انا بتعلمه، عشان بس ما تربطوهاش بحاجه معينه، ان انا ابدا اتعلمها يعني مره على مره، مكسب حاجه صغيره، ابدا بحاجه صغيره كل يوم كل يوم. يعني مثلا اللغه، لما انتوا بتيجوا تتعلموا لغه جديده بيقول لكم لو 5 دقائق في اليوم، 5 دقائق في اليوم مثلا من الليسننج مثلا، مع 5 دقائق مثلا من السبيكنج، كل يوم مثلا 5 دقائق، حاجه صغيره كل يوم. بعد شهر شهرين 3 شوفوا انتوا بقيتوا فين، انتوا بقيتوا من ايه؟ بقيتوا من 5 دقائق في اليوم، شويه هتطوروها ل10، شويه هتطوروها لربع ساعه، شويه هتطوروها لساعه، ساعتين حرفيا هتبقى دي الهوايه بتاعتكم. فبلاش مثلا يبقى عقلكم هو يعني ال5 دقايق دول اللي هتجيب نتيجه، هو يعني الحاجه الصغيره دي هي اللي هتفرق معايا بعدين، سيبني بقى من الهطل ده. لا، ده مش هطل، ولازم تبقي مقتنعه بكده، ولازم تبقي عارفه كل حاجه من بدايتك علشان ما تقعيش. وهنا برضو عشان كلام الناس ما ياثرش عليكي في اي حاجه، لان احنا محاطين بناس كتير سلبيين ويمكن اكتر من الايجابيين. رقم 10 برضو ودي يعني مرتبطه بيها، اللي هو ابدأي باللي معاكي ومن دلوقتي. بصوا لو برضو احنا بنتعلم اي حاجه وفي حاجه معطلانا، اصل انا مش معايا فلوس، اتعلم الحاجه دي، اصل مش معايا فلوس اسافر علشان اشتغل الشغلانه دي، اصل انا مش معايا بتنجان علشان ابتنجن وحاجات. بص، ابداوا باي حاجه معاكم دلوقتي يا جماعه، ابداوا باي حاجه دلوقتي. هقول لكم مثلا انا دلوقتي مثلا عايزه اتعلم لغه من اللغات، المفروض ان احنا معانا موبايل ونت، مش معانا الحاجات دي، مش معانا. وهنا انا بوصل ليكم بصوا بادنى حاجه، يعني مفيش حاجه مقاسه، مفيش حد بيسمعني مش مع تليفون، مش مع نت، خلينا كده ايه سالكين. كتب، اي حاجه بتبقى معاك، كلمات بسيطه قوي من كتب، انا ابدا بيها. واي حاجه بقى على كده ابداي باللي معاكي. انت مثلا دلوقتي عايزه تسافري، مش معاكي مثلا فلوس عشان تسافري وتشتغلي شغلانه معينه، ابدا ان انا مثلا اشتغل من دلوقتي باللي معايا هنا، ابدا ان انا اطور نفسي، ابدا من دلوقتي، ما اخرش. طول ما انا باخر الحاجه اللي انا عايزه انجزها هفضل اخر، وبعدين مش هتيجي، هنساها، مش هطور نفسي. فابداوا، تحسوني داخله خناق معاكم كده، ابداوا. في بقى الرقم 11، وبرده انا يعني بحاول اجمع لكم القريبين من بعض عشان ما انساش. اليوتيوب وجوجل هم اكبر جامعه مجانيه ليكم. جماعه اي حاجه بعطل فيها انا جري عليهم، جري، وبالذات صديقي جيميناي ده الطب بقى، هيكون صديقكم كلكم بقى وبتاع. بصوا اي حاجه، انا دلوقتي قبل ما اعمل فيديو سناني عندي بتوجعني بجد، مش عارفه وجع بقاله يومين 3 غريب ماسك سناني،
مش عارفه ده ايه. بدخل اساله، عندي امتحان ابعته البي دي اف، اقول له ظبطني كده واسئله وبتاع. في حاجه واقفه قدامي عايزه ادخل اساله، الدنيا سهله. عطلنا في حاجه، اجري على اليوتيوب، عايزه تطبخي طبخه الحقي نفسك وانت اصلا مش عارفه حاجه، اجري على اليوتيوب. فبصوا، هم حرفيا دول فيهم بقى حاجات مجانيه كتير، هتتعلمي اي حاجه انت عايزاها دلوقتي بيبقى موجوده جوجل يوتيوب، بيلخص لنا الدنيا بجد، بيعلمنا اللي احنا اللي غيرنا زمان كان بيتعلموا بصعوبه جدا. فاحنا دلوقتي اصلا عندنا بصوا فرصه تحفه، بس احنا مش عارفين نستغله، واحنا اللي عاملين سكرول كده في اللاشيء بقى، ويلا ضيعوا بقى، ويلا اغاني وتيك توك وبتاع حاجات هايفه، ما بنعملش حاجه اصلا يعني، ما بنتطلعش كده لغيرنا ونقول ده ناجح بصوا وعايزين نبقى زيه، لا نسكرول في اللاشيء. خلوني اقول لكم ان في رقم كام، 12 تقريبا، 12 ان الشهاده مش كل حاجه. يا جماعه الشهاده بجد مش كل حاجه يعني. في ناس ممكن تكون مثلا بتسمعني هي مش واخده شهاده مثلا، والموضوع ده معصبها ان هي غيرها احسن منها وهي ملهاش مكان وبتاع وبتاع. يا جماعه الشهاده مش كل حاجه. لو احنا بصينا على ناس هنلاقيهم هم يمكن مش معاهم شهاده، بس هم فين، وده بالفعل موجود وسطنا، وناس احنا كلنا عارفينها بس بدون ذكر اسماء يعني. ناس برضو التعليم ده يعني مش هنقول التعليم، مش هنحكم على التعليم، هنقول الدراسه دراستهم هي ولا اي حاجه بالنسبه ليهم، ويحققوا. اذا اقول لك ان شهادتك مش كل حاجه، احنا النجاح ده بطرق مختلفه عديده. بصوا، اللي عايز ينجح بينجح. 14 وهنا هقول لك ابدأي وبوظي. لو مثلا انت رايحه مثلا تعملي اكله ومش يعني، انا اول مثلا ما كنت مثلا بدات اطبخ حاجه كانت في حاجه بتبوظ مني. هحكي لكم على موقف. بص، جينا في رمضان اللي فات ده، قلت لهم كنا في رمضان بقى كنا صايمين وبتاع، قلت لهم بصوا انا هحضر لكم الفطار. فخلاص ان هو بصوا بقى، هو لو باظ يعني مش هيفطروا، احنا صايمين مش عايزين الهزار في الصيام. فالمهم قلت لهم كنت ناوي ان انا اعمل لهم سمبوسه بالجبنه واللحمه، وكنت عامله لهم كنافه، وكنت عامله لهم مكرونه نجرسكو. فالمهم ان انا كنت عملت الكنافه يعني هي طبقه بسيطه وكده، مش صينيه كبيره، صينيه صغننه. قلت هحطها يعني هعملها على البوتاجاز وبقى ادخلها الفرن تاخد وش وبتاع وكده. المهم انا عملت ايه، انا حطيتها على البوتاجاز، وبعدها ماما جت ولعت لي الفرن وحطيت السمبوسه، حطيتها فتحت عليها، عايزه اقول لكم طلعتها فحمه سودا سودا. والله العظيم الموقف ده بيضحكني موت. واللي هو بقى انا اعمل ايه، ما انا دول كتير، كنت عامله صينيه كبيره قوي، وقبل كده انا مجربه ان انا اعملها في الزيت وكانت تحفه، بس انا قلت اجربها في الفرن انها تبقى صحيه اكتر. سودا متفحمه بتاع، يا لهوي بقى قعدت اقشر فيها قشر. وبعد ما قشرت شويه وريتها لماما بقى، انا لو وريتها لها سودا كده مش عارفه هتعمل فيها ايه. فحطيتها، دخلت الكنافه دقيقه دقيقتين، انا مش عارفه اكمل وقت والله. فتحت طلعتها سودا، كنت مدخلاها بيضه طلعتها سودا، ما يعلم بها الا ربنا. قعدت اضحك على نفسي والله، كنت واقفه مصدومه، اللي هو يا ارض انشقي كده خديني، انا مش عايزه حاجه. ايه اللي انا عملته، ايه اللي أنا المغرب حرفيا كان فاضل له يعني ربع ساعه، تلت ساعه، نص ساعه، مش كتير عن كده يعني، ما فيش وقت اصلا اعمل حاجه. جيت بقى صينيه انا النار كانت عاليه، اكتشفت بعد ما كله اتحرق ان النار كانت عاليه، قلت ماما وطها لي وبتاع، وقعدت برده اشيل طبقه من على الكنافه وكده اللي هي تبقى يعني ما تكسفنيش ونعدي الدنيا وكده وبتاع. عملت النجرسكو، حطيتها ماما وديت الفرن وحطيتها، يعني هي دي اللي كانت حلوه، بس برضو الطعم مش احلى حاجه. فيعني عايزه اقول لكم ان انا بوظوا، هتبداوا ممكن حاجه تبوظ منكم، بس ما نقولش لا يعني، جربوا عادي وبوظوا، مره عن مره هتتعلموا، مره عن مره مثلا ان انا مثلا ما خدتش بالي ان النار عاليه، مره عن مره هتعلم مره كده. يا جماعه عادي يعني، الموضوع ده خد من وقتكم كتير، بس بجد مضحك كل ما افتكره، اللي هو ايه العبط اللي انا بعمله ده. جاي اعمل لهم فطار في رمضان، هم على فكره حرام ان انا اعمل لهم فطار في رمضان تاني. فمش هطبخ لهم تاني في رمضان. ننتظر بعد رمضان، اي شهر في شهور رمضان لا. لا اظن كده لو شافوني رمضان الجاي داخله المطبخ هيمسكوني، تعالي ما تدخليش. فبجد ابداوا بوظوا اللي بوظوه عادي، هيتصلح وهتتعلموا. خلاص عادي. 15 16 17 مرتبطين ببعضهم، اللي هم ايه، اول حاجه مش كل اللي بنتعرف عليهم هيفضلوا معانا. جماعه خلي دي كده حاجه انا مقتنعه بيها، مش اي حد هتعرف عليه. بصوا احنا دلوقتي في فتره، او انا في فتره، ومعظم اللي بيسمعني بيبقى نفس الفتره، جامعه، منتقل من ثانويه لجامعه، وجو بقى الصحاب والحاجات ده، وبنكبر بقى، وفتره مراهقين بقى وبتاع وبتنجان وكده. فدايما اكون مقتنعه ان مش كل حد صاحبه هو هيبقى معايا، مش كل حد بتعرف عليه هو هيبقى احسن حد في حياتي. وهنا برضو هننتقل على ان الجوده اهم من العدد. يا جماعه انا لو عندي صاحب واحد هو بيرفكت، يعني ده اللي اتقال عليه بيست فريند فعلا، اكتر ما احسن يعني، مش اكتر، مش اكتر، احسن ما يكون عندي يعني 50 صاحب هم اصلا فيك. لا،
خلينا كده عقلنا ناضج بقى، مش اللي اتقال عليهم مراهقين وبتاع، خلينا عقلنا اكثر نضجا. وبرضو اللي هي رقم 17 اللي هي اهلك هم سندك الحقيقيين. يعني بلاش بصوا مثلا احنا مثلا في الفتره دي دايما مثلا امهاتنا، مش امي لوحدي، مثلا امهاتنا يفضلوا يقولوا لنا الصاحب ده مش كويس معاك، ده عايز مش عارفه ايه، ده عايز يعمل ايه، ده بتنجان ايه. فدايما هم بيبقى نظرتهم لينا صح، نظرتهم للاشخاص دي صح. احنا مثلا دايما بنشوف بطريقه مختلفه وكده، وطبعا تفكيرنا مش بيبقى نفس تفكيرهم. دايما اهلك يعني هم هيخافوا على مصلحتك. دلوقتي مثلا اهلك اللي هم باباك مامتك لو شايفين ان الصاحب ده هو بيخاف على مصلحتك، هو بيحبك، هيكرهوا ده ليك؟ لا، مش هيكرهوا ده ليك. فاذا لما يقولوا لك ان ده مش حلو، فاذا هم شايفين حاجه فيه وفعلا بينصحوك. بس احنا ممكن نتقلب عليهم ونعمل خناقات وبتاع. فبجد لازم دايما نعيد تفكيرنا، واهلنا مش اعدائنا، لان في ناس كتير واخده الموضوع ده، وفي ناس بجد فكرها سايح منها طير منها، الله اعلم بحالها يعني، مش عارفه. بس عشان انا بشوف الحاجات دي فبحب ان انا انصحكم بيها، ان احنا دايما نراجع نفسنا، نراجع صداقتنا. ممكن صاحبنا ده اصلا مصاحبنا علشان حاجه معينه، ممكن عشان اغشش في امتحان، ممكن عشان شايفني انا شاطره مثلا، ممكن عشان حاجه معينه، ممكن عشان انا حلوه، ممكن عشان اعرفها على حد تاني، ممكن ف وكلنا اظن ان احنا لينا تجارب في الصداقه. اظن كلنا اخدنا على قفانا في حته الصداقه دي. ممكن ما يكونش دلوقتي، ممكن يكون من واحنا صغيرين او حاجه. بس ان انتوا بجد لازم مش اي حد يدخل حياتكم خلاص انا هو اخوكم وحبيبكم والماي بيست فريند في اول يومين ثلاثه، وانت شخص اصلا لسه ما تعرفوش، وتقولوا اصل اللي هو صديق اليوم احسن من صديق السنين. صحيح بتحصل، بس لازم اتعرف عليه الاول، مش اللي هو يلا انت حبيبي وبقيت صاحبي وماي بيست فريند كلام عبيط. لازم اخلي بالي ومبقاش كل اسراري بجد مفتوحه كده، اللي هي رقم 18. بلاش ان انا ابقى كتاب مفتوح، بلاش ان انا يبقى الكل عارف انا ايه، انا على ايه، وانا هعمل ايه، وانا هقرر ايه. لان الناس دايما ممكن تحقد عليك، ممكن تحسدك، ممكن يبقى انت عندك صديق كده مسميه حتى بيست فريند وهو حاقد عليك، مش موريك ده بس حاقد عليك، مش عايزك تنجح، بس بيقولك انا نفسي ان انت تنجح، انا نفسي ان انت تسافر، انا نفسي ان انت تحقق، انا نفسي ان انت تعمل، بس هو بالفعل حاقد عليك. فجماعه ركزوا كويس جدا، ركزوا كويس جدا في علاقاتكم وصداقتكم. اخيرا وصلنا لل 19 اللي هي حابه لكم ان انتوا تستثمروا فلوسكم في تجارب، ان انتوا بلاش جو اللي احنا نخلي فلوسنا ان احنا بصوا. احنا في ناس في حكايه الفلوس دي، في ناس بتصرف على اي حاجه، بتصرف على فاضي على مليان. انا بقى مش من الناس دي. دايما بحس ان انا لا، انا مثلا بحوش فلوسي اللي انا عايزاه اجيبه وكده، ما اصرفش فلوسي. انا مش سهله ان انا اصرف فلوسي على اي حاجه. مثلا عندي اخويا عكسي خالص، ممكن يصرف فلوسه على اي حاجه مثلا، بس دي برضو بتبقى في اهتماماته، فاهمين؟ احنا مختلفين يا جماعه اهتمامات، ده ممكن اهتماماته حاجه وده ممكن، انا مش عايزه اقول كده بصراحه يعني، بس فعلا احنا اهتماماتنا مختلفه. بس انتوا لو حابين حاجه معينه استثمروا فلوسكم فيها، بلاش مثلا حتى لو انا هخسر، لو انا خايف ان انا اخسر، زي ما انا وضحت في الفيديو، خايف او مش خايف، انت لازم لازم تجرب. انت دلوقتي في سن يا جماعه عارفين المشكله ان الفيديو كان بيفصل مني، وده طلع اصلا بسبب المساحه، ان انا خلاص معنى كده الفيديو طول. فانا عايزه اقول لكم ان هو فصل يعني في اخر نصيحه وكده، فكده ان انا اكون بجد خلصت الفيديو. اتمنى بجد ان انا اكون بفيدكم، يعني بفرح جدا لما حد بيقول لي ان انا اقدر ان انا اساعده في حاجه، ان انا علمته حاجه. بجد كلامكم بيبقى عسول جدا وبيفرحني جدا، وبفرح بجد بدعمكم جدا. فانا بجد بحب اساعدكم في كل حاجه. فاتمنى ان يكون الفيديو فاتكم، لو معلومه واحده من 19 فانا بجد هبقى حابه ده جدا. فلو وصلتوا لحد هنا من الفيديو عرفوني، وكمان اعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب لو انتم مش مشتركين. هسيب لكم لينك الانستجرام تيك توك في الديسكربشن. كده اراكم في فيديو جديد، قولوا لي على الافكار اللي انتم عايزينها، و see you later او مش see you. يا جماعه عندي امتحانات لسه بجد مخلصتش، فادعوا لي اخلص على خير عشان مش هبطل فيديوهات ان شاء الله بعد ما اخلصها، مع ان يعني ان شاء الله ما يوصلنيش الكسل يعني. ف باي.